مش راح ينسى حدا، بس في الله سبحانه وتعالى اللي ربنا أعطانا. الحمد لله رب العالمين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم رمضان كريم الجزء الثاني، والذي يبث لحضراتكم عبر شاشة موقع المنار. فاروق، رمضان كريم، شو الأخبار؟ جميل. طيب شو بتسوي؟ والله قاعدين بنقدم برنامج رمضان كريم، بنكمل الجزء الثاني. بدأ صح العام زي كأنه امبارح اختتمنا الحلقة. أهلا. رمضان كريم. الله أكبر. رمضان كريم عمي. رمضان تسلم، تفضل. رمضان كريم عمي. ولا حسينا فيه. شو السنة محضرين؟ والله السنة، تعرف السنة أول حلقة بعدني بصور المقدمة قاعد بفكر شو رأيك إنه أنت تقدم البرنامج هاي السنة؟ أنا؟ أنت قلت لا، مش مستني منك جواب. بدنا نعمل مفاجأة وأنت بدك تكمل البرنامج هاي السنة. تفضل. تفضل. رمضان كريم. علينا وعليكم. أعزائي المشاهدين، زي ما عودناكم كل سنة برمضان في أجواء أحلى وأحلى، في جوائز وفي حلقات ممتعة. السنة مع موقع المنار في برنامج رمضان كريم، استنونا بحلقات أحلى وأحلى، ويلا تعالوا معنا. عرفنا حالك؟ فضل جميل من الفحم. يا هلا فيك. كيف أجواء رمضان معك، بخصوص إنك تشتغل هون يعني في المجمع؟ كيف الناس والحركة؟ منيح الحمد لله. الحمد لله الناس فرحانة بشهر رمضان، وهيئة رمضان مبينة بأم الفحم يعني. السنة في جو غير وأحلى لرمضان. في أكشن بأم الفحم في. طيب احنا معكم برنامج رمضان كريم اللي بتقدم على شاشة موقع المنار. بدنا نسألك سؤال مشان تربح معنا إن شاء الله. جاهز للسؤال؟ ماشي جاهز. مين هو الملقب بسيف الله المسلول؟ سؤال سهل. خالد بن وليد. متأكد؟ متأكد. جوابك صح، إن شاء الله ألف مبروك، ربحت معنا هدية مقدمة من محمص الفحماوي. بتحب توجه أي كلمة للجمهور؟ كربش. بهني الأمة الإسلامية بشهر رمضان وبقول لهم لم الفحم إن شاء الله إنهم بيضلوا بالصبر وإنه فيش مشاكل برمضان إن شاء الله. الله يكثر من أمثالك ويعطيك ألف عافية. رمضان كريم. الله أكرم. أهلا وسهلا. عرفنا حالك؟ الله يخبرنا من الفحم. يا هلا فيك. كيف أجواء رمضان معك؟ كيف بما أننا بعدنا بأول أيام رمضان، شو بتشوف الأجواء؟ في أشياء مميزة السنة ولا شو؟ لا إن شاء الله إنه سنة خير، تبقى شوي صعبة سنة طويل رمضان هاي الأيام، قديش أطول قديش أجر أكثر وأعظم، وإن شاء الله إنه خير نكمل فيه خير. بابا يا بابا. هاي شريكتي بتقديم البرنامج. طيب احنا معك من موقع المنار برنامج رمضان كريم، بدنا نسألك سؤال وإن شاء الله بتربح معنا. إن شاء الله. جاهز؟ جاهز. يلا بدي أسألك سؤالين. بدي أطول سورة في القرآن بداية. أطول سورة البقرة. معروف، سؤال سهل. السؤال الثاني أقصر سورة في القرآن. سورة الكوثر. متأكد من جوابك؟ إن شاء الله. جوابك صح، إن شاء الله ألف مبروك، ربحت معنا هدية مقدمة من محمص الفحماوي وتتهنى. تحب توجه كلمة لأي حدا؟ نشكر موقع المنار والأخ شادي محاجنة. بابا رجيها. خليها كمل. وبدي له سلامة إنه إنسان مميز، عمل عمل مميز للبلد وكل احترامي له. يلا تسمعي شوي. شكرا ويعطيك العافية. يلا يعطيكم العافية. رمضان كريم خالتي. علينا وعليكم. نتعرف حضرتك. أمان. يا هلا فيكي. كيف أجواء رمضان معك؟ بالنسبة إنه بعدنا بأول أيام رمضان، والسنة رمضان له أجواء غير. أجواء رمضان إن شاء الله بتكون مباركة وخير على الجميع، رغم إنه الأحداث اللي صارت بالبلد شوي بتوتر الواحد وما فيش مسؤولية عند الشباب، وهذا الإشي اللي بيخلينا نبقى كالكين على أولادنا أكثر. إن شاء الله الكل بيوعى على هذا الحكي. إحنا معك من موقع المنار برنامج رمضان كريم بالموسم الثاني. بدنا نسألك سؤال بعد إذن حضرتك وإن شاء الله تبقى. إن شاء الله. جاهزة؟ نتأمل. الرسول بعد وفاته مين أول واحد من عائلته لحق فيه، يعني توفى بعده؟ أول واحد توفى بعد الرسول؟ هي أنثى. ستنا فاطمة. متأكدة من جوابك؟ متأكدة. مش عارف شو بدي أقول لك، جوابك صح وإن شاء الله ألف مبروك. أعطيتك سؤال صعب بس جاوبته صح، إن شاء الله ألف مبروك ورمضان كريم. بتحب توجهي كلمة لحدا؟ الشباب إنهم ينتبهوا لحالهم، هاي أهم إشي، وفعلا هذا الإشي بكلكنا كثير، يعني يبقوا واعيين لحياتهم لمستقبلهم،
ما يتشوش شوي هيك حسب الشباب اللي زيهم سيارات وأفنوع وهيك شغلات. المهم يبقوا منتبهين أكثر ويرجعوا على دينهم شوي. ان شاء الله الكل بسمع رسالتك، يعطيك العافيه. رمضان كريم. علينا وعليك ان شاء الله. عرفنا حالك. جمال محمود محميد. يا هلا، يا هلا فيك. شو كيف اجواء رمضان معك بالبدايه؟ والله الحمد لله ان شاء الله خير، هالناس فرحانه ومبسوطه وتجعانه وبتاكل بتتشهوى. شو بدها تبقى رمضان يعني؟ حاسين بجوع؟ مش حاسين بجوع. رمضان للي مشان نحس بالجعانين والحمد لله مش حاسين بيهم. بنرمي اكثر من اللي بناكله يعني. اللي من الفحم بترميه بيشبع مخيم بلاطه. والله والله. طيب قبل ما نبلش باسئلتنا وهي الشغلات بدنا نسالك، نستفسر منك سؤال صغير، شو رايك بالاحداث اللي بتصير بمصر؟ والله مصر مشكله، مصر ام العرب، والفشل اذا بيبدا فاهمني بمصر معناها فشلت الامه العربيه. نتامل انه يهدوا ويلتموا مع بعض ويعملوا هالاجتماعات القيمه والمضبوطه، واذا شو من مرسي وغير معارضه ويشتغلوا على اشي مضبوط ويحطوا الرجل المناسب في المكان المناسب. ان شاء الله بصير خير. طيب احنا معك في موقع المنار ببرنامج رمضان كريم في الموسم الثاني، بدنا نسالك سؤال وان شاء الله بتربح معنا. جاهز؟ جاهز. سؤال ديني، مين هو اول مسجد انبنى بالدولة الاسلامية؟ الله العليم، مسجد النبوي. لا مش النبوي يا عمي، مسجد كبار. متأكد من جوابك؟ 100%. أنا متأسف عمي، جواب غلط. شو رأيك يعني؟ بكيت متأكد منه؟ لا متأكد. جوابك غلط. غلط. لا أنا بمزح معك، جوابك صح. إن شاء الله ألف مبروك، ربحت معنا هدية مقدمة من محمص الفحماوي. غلطتي ولا لميت؟ صحتين وهنا عمي. الله يبارك. شو خفت لأنه غلط؟ لا ما هو مش غلط، ماني متأكد. ولا روعة. شو بده يبقى غلط؟ لما الواحد بيعرف معلومة فيش حدا ما حدا بوقف باله فيها. مزبوط. يلا يعطيك العافية عمي، ورمضان كريم. بتحب توجه كلمة لحدا، لأي حدا؟ والله شو بنوجه الكلام اللي كله الحلو لأهل أم الفحم والمسلمين جميع، انهم يحبوا بعض، تبقى قلوبهم مع بعض وعلى بعض ويحسوا في بعض، وان شاء الله انه خير. هالسنة بتخلص والسنة الجاي يبلش الخير على الأمة العربية والإسلامية بالذات إن شاء الله. الله يكثر من أمثالك، يعطيك العافية. رمضان كريم خير. رمضان كريم. عرفنا على حالك. أحمد محمود. يا هلا فيك. كيف أجواء رمضان معك؟ كيف الصيام؟ صعب السنة ولا شو؟ الحمد لله، دائما بدنا نتحمل يعني، حتى لو بكى صعب هذا شيء ربنا اللي كان ورايحين نتحمله أكيد. إن شاء الله خير. بالنسبة لقضية مصر بالبداية، شو رأيك؟ وين موقفك بالقضية؟ موقف إنه لازم نبقى كلنا مع مرسي، وإنه كلنا مع الديمقراطية. يعني إنه رئيس منتخب لازم نوقف معه. صح أكيد. طيب إحنا معك موقع المنار، برنامج رمضان كريم الموسم الثاني، بدنا نسألك سؤال وإن شاء الله بتربح معنا. إن شاء الله. جاهز؟ جاهز. كلمة جني كم مرة ذكرت في القرآن الكريم؟ بدك خيارات. 65 70 72 66. 65. أنا آسف جوابك غلط، بس محاولة قريب الكثير لأنه الجواب 66، وإن شاء الله بتربح معنا بالمرة الجاية إن شاء الله. يلا رمضان كريم، بتحب توجه كلمة لحدا، أي حدا؟ نعم بوجه كلمة لأم الفحم. أم الفحم هي يعني بلدنا، وبوجه كلمة لناسها، وأهلا وسهلا بالجميع. أهلا وسهلا بموقع المنار. يا هلا فيك. نحترمكم. يلا يعطيك العافية. سلامات. بنحب نلفت لفتة صغيرة. هاي الحلقة برعاية الكلية الأهلية للتعليم العالي وقهوة عالمي من محمص وحلويات الفحماوي. خلينا نكمل. رمضان كريم. أهلا وسهلا. عرفنا على حالك. محمد سعيد جبرين. يا هلا فيك محمد. كيف أجواء رمضان معك بالبداية؟ بداية مليحة، أول 4 أيام، وإن شاء الله نكمل خير. تشتغل أنت خلال الصيام؟ بشتغل. وكيف صعب الصيام ولا شو؟ الأول شيء الإرادة، إذا الإرادة تبقى ناوي أول ما تبلش سحور إنك راح تصوم بيمشي معك منيح. مزبوط. طيب معك إحنا من موقع المنار برنامج رمضان كريم الجزء الثاني. طبعا شفتنا أنت العام وكنت معنا. بدنا نسألك سؤال وإن شاء الله بتربح. جاهز؟ فيش أي مشكلة. الجنة، أنو أول واحد بفوت الجنة؟
فكر شوي وتأكد. سؤالك سيدنا محمد. متأكد من جوابك؟ ما هو ولا شيء من الرسل، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مزبوط، وجوابك صح، فيش جدال يعني. ربحت معنا هدية مقدمة من محمص الفحماوي، وإن شاء الله ألف مبروك. تسلم، كل عام وانتم بخير. وأنت بألف خير. بتحب توجه كلمة للمشاهدين؟ أول شيء إن شاء الله يبقى رمضان أجواء مليحة، إن شاء الله نوصل العيد يبقى بأجواء كل عام وانتم بخير. وأنت بألف خير. يلا يعطيك رمضان كريم. أهلا وسهلا فيك، كل عام وانتم بخير. عرفنا حالك. محمد موسى جبريل. يا هلا فيك. كيف أجواء رمضان السنة؟ الصيام؟ الحمد لله منيح، عايشين والحمد لله وكل شيء تمام. الحمد لله. معك احنا من موقع المنار، برنامج رمضان كريم الموسم الثاني. بدنا نسألك سؤال وإن شاء الله بتربح معنا. أهلا وسهلا. جاهز؟ جاهز إن شاء الله. شو أول عاصمة بتاريخ الدولة الإسلامية؟ أول عاصمة بتاريخ الدولة الإسلامية، إذا بدك خيارات. أعتقد إنك تحط لي خيارات أحسن. بعطيك خيارات. هل هي القدس ولا المدينة المنورة يثرب ولا مكة؟ مكة عندي أعتقد. مكة جواب نهائي؟ ليش لا عجبني؟ أنت قريب، الجواب هو المدينة المنورة. أنا آسف، بس محاولة حلوة. بتحب توجه كلمة لأي حدا، رسالة شيء؟ نقول كل عام وانتم بخير للجميع، والله يهدينا ويهدي جميع الشباب، واتمنى انه ما يصيرش مشاكل زي كل سنة بين الشباب، واجعله خير علينا وعلى الجميع يا رب. يا رب. يلا يعطيك العافية ورمضان كريم. مشكور خيي. رمضان كريم خالتي. الله أكرم إن شاء الله. عارفين على حالك؟ رابعة من مشارفة. يا هلا فيكي. كيف أجواء رمضان السنة؟ لا ما شاء الله عليه مليح، الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله عليه. في جو حلو وشغلات جديدة عندنا بالبلد. في جو حلو، وشايف يعني الناس متحمسة شوي، في شوية زينة، في تنزيلات بالأسعار. هاي أهم شغلة. مع الحم، بس إنه الحمد لله الجو لطيف والصيام سهل. دائما الحمد لله. معك إحنا من موقع المنار في برنامج رمضان كريم الجزء الثاني. بدنا نسألك سؤال وإن شاء الله بتربحي معنا. إن شاء الله، تفضل. شو أول مسجد انبنى بالدولة الإسلامية؟ أول مسجد أعتقد قباء. شو الجواب؟ قباء. متأكدة من جوابك؟ أعطيه خيارات، ما بعرفش إذا. الخيارات هو قباء اللي قلتيه، ولا المسجد النبوي، ولا المسجد الأقصى؟ أعتقد قباء، هو قباء. طيب أنا مش عارف شو بدي أقول لك، جوابك صح 100% يعني، وحتى قبل الخيارات. وإن شاء الله ألف مبروك. هاي هدية مقدمة من محمص الفحماوي. شكرا. ووجهي كلمة لمن ما بدك. بوجه كلمة للأمة الإسلامية كلياتها، وللشباب خاصة. الشباب بكلهم يديروا بالهم على حالهم، بلاش تهور في السيارات، وهذا هو. كل عام وانتم بخير للجميع. تبقى ألف خير خالتي، يعطيك العافية. رمضان كريم خير. أهلا وسهلا. عرفنا على حالك. محمد علي أبو خضر جبارين. يا هلا فيك. كيف أجواء رمضان معك والصيام كيف ماشي؟ الحمد لله ماشي، الحمد لله كل شيء خير الحمد لله. كله تمام يعني، مش تعبان بالصيام؟ لا الحمد لله الحمد لله. معك موقع المنار، برنامج رمضان كريم الجزء الثاني. بدنا نسألك سؤال وإن شاء الله بتربح. إن شاء الله إن شاء الله بنربح. كم رسول انذكر بالقرآن الكريم؟ بدي أعطيك خيارات. تين خير. عارف الجواب قبل الخيارات؟ الصراحة عارفه بس مش متأكد يعني. طيب 25 ولا 20 ولا 100 ولا 201؟ هذا قديش؟ يا ريت. 25 20 100 200. 100. متأكد من جوابك؟ مش كثير الصراحة. بدي جواب تبقى متأكد منه. متأكد منه 100. روحها 100 يعني. أنا متأسف الجواب غلط، بس محاولة حلوة. وللمعلومات العامة بس الجواب هو 25. طيب ما كل حال ما صارش شيء يعني. ما صارش شيء، كله معلومات عامة. سؤال صعب يعني، هذا يمكن أصعب سؤال معي. بتحب توجه كلمة لحدا؟ بوجه لولد البلد يعني، عيب عليهم اللي بيسووه هذا. احنا برمضان لازم كل واحد يحترم حاله وكل شيء يعني. رمضان جو، لازم يبقى جو مليح، مش هاي الشغلات تحت عاملين زي ما تقول سيارات ومفاتة. لا مش حلو. مزبوط. أنا بتمنى رسالتك توصل للكل، ورمضان كريم إن شاء الله. ويعطيك العافية. يعافيك. وصلنا لنهاية الحلقة الأولى من برنامج رمضان كريم الموسم الثاني موقع المنار. بتمنى تكون عجبتكم، وتابعونا بالحلقات القادمة.